السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة من وصفات مطبخ أم البنات. إن شاء الله اليوم نبارطاجي معكم هذا الفول المنقوب أولا الفول المشرمل، كيجي غزال بزاف. كنتمنى أنكم تجربوه أنه يعجبكم. ترافقوا إن شاء الله نهار العيد مع الأطباق ديالكم، يا دجاج أولا اللحم، يعني ترافقون مع المشاوي مع بزاف الحوايج يمكن لكم ترافقوه وتزينوا به الطبله ديال العيد ان شاء الله. بقاو معايا على بركه الله. حنا غادي نبداو في المقادير. عندي هنايا الفول الخضر اللي منقياه وغاسلاه ومسقطر من الماء، وعندي هنايا واحد البصله اللي تكون صغيره بهذا الحجم هذا لان ما مستعملاش كميه كثيره ديال الفول، وعندي هنا شويه قزبر ومعدنوس، وعندي واحد الثومه اللي تكون شويه كبيره تكون بالزيت. صافي غادي نقطع هنايا هاد البصيله هادي، من الأحسن تقطع شوية رقيق. كيجي غزال بزاف هاد الفول هذا. كنتمنى أنكم تجربوه أنه ينال الإعجاب ديالكم وأنكم تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. ما تنسوش أبوني في القناة وجامل الفيديو. صافي هنايا نكمل هاد البصيله هادي في التقطاع كيف ما شفتوا معايا، تكون هكذا شكل رقيق، وغادي نقطع حتى داك القزبر ومعدنوس. وهاديك الثومه غادي نحك داك الراس ديال الثومه. صافي غادي ناخذ هنا واحد الطنجره ديال الضغط اولا الكوكوس، غادي نوضع فيها هاد الفول هذا، وغنوضع فيها ديك البصله مع الثومه وقزبر ومعدنوس. عاد باش نبدا نزيد في المقادير الاخرى اللي تخصني. عندي هنايا واحد شويه ديال لاصوص ديال مطيشه. الا ما كانش عندكم هكذا لاصوص ديال مطيشه يعني اللي موجود في الدار، يمكن لكم تعوضوه بواحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، وواحد شويه ديال زيت الزيتون، من الاحسن يكون بالزايد باش يعطي البنه ديالو ويبقى لنا واقف هكاك في الزويته ديالو. الا ما كانش عندكم بطبيعه الحال يمكن لكم تعوضوه بزيت نباتيه. عندي هنا واحد شويه ديال ابزار اولا الفلفل الاسود، شويه ديال الكركم اولا الخرقوم بلدي، هنا شويه ديال الزنجبيل، هنا شويه ديال التحمير اولا البابريكا، يعني كل حاجه شويه راس معلقه. صافي وغادي ندير الملح على حسب الذوق، غادي نردهم فوق البوطه اولا فوق العافيه ونخليهم يتشحروا ليا واحد شويه. يمكن لكم ما تشحروهمش يعني تبلوا بالماء وتسدوا عليهم وتخليهم يطيبوا نيشان. انايا كنفضل انني نشحرهم واحد شويه. صافي نخليهم حتى بحال هكذا تيتشحروا ليا ويدخل واحد شويه ديال الطياب لداك الفول. صافي وغادي نبلل. انا عندي هنا الكوكوس ما كتشربش ليا الماء، يعني الماء اللي درتو تقريبا كيبقى. صافي درت هنا تقريبا واحد 2 كيسان ديال العنبه. الا كانت الكوكوس عندكم كتشرب يعني من الاحسن ديروا الماء. صافي وغادي نخليه يطيب على المهل ديالو. تقريبا غادي ياخذ ليا واحد 3 ساعات ديال الطياب. صافي هنايا من بعد ما طاب كما شفتوا معايا انا راه باقي ليا الماء في هذا الفول هذا. كما قلت لكم الا كانت الكوكوس عندكم كتشرب يعني ديروا اكثر من 2 كيسان ديال العنبه. صافي دابا غنخليه يتشرب ليا هنايا مزيان، وغادي يوقف ليا غير في ديك الزويته اللي بقات فيه اللي يعني اللي كاينه فيه. صافي داك الماء كامل يحيد. كما شفتوا معايا هنايا بقى واقف في ديك الزويته، كيجي غزال بزاف. هنا راه زدت واحد المعلقه ديال كمون، يعني تقطعت ليا في التصوير. زيد واحد المعلقه ديال الكمون كتجي غزاله فيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي غزال، كيجي بنين. كنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.